أعزائي الأعزاء، أعزائي الأعزاء، أعزكم وأعتز بكم، وأعزائي أن تعزونني كما أعزكم. بدون مقدمات، هذه الحلقة هي تتمة للحلقة السابقة اللي كانت بعنوان المعنى العكسي. حلقة اللي دويت فيها على واحد القاعدة كتسمح لنا نسميو الأشياء عكس المعنى اللغوي الأصلي ديالها. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوش هذه الحلقة كنصحكم ضروري تمشيو تضربوا عليها الطليلة. أما بالنسبة للناس اللي ديجا شافوها، اليوم جيب لكم الجديد: كلمات معكوسة، عبارات متناقضة، بل وعبارات تجسد كل التناقض، بحال عبارة نوض قعد. نوض بين جات من انهض، ولكن واش فراسكم ان تقعد جات من تقاعد، يعني من القعود، يعني الجلوس. دابا قولوا لي واش نوقفوا ولا نجلسوا؟ هذه يزيدوا على هذيك نوض نايض اللي عنات حرفيا انهض ناهضا. هادشي ما إن دل على شيء إنما يدل على أن النهوض في الثقافة المغربية نوعان: يا إما أن تنهض ناهضا واقفا، يا إما أن تنهض قاعدا جالسا. وهادشي راه ما جاش من عبث. فالقعود هو المرحلة الوسط بين النوم وبين النهوض. داكشي علاش الناس بكري كانوا يقولوا امتى يتقعد هذا الميمون، او هما كيدعيو مع بعضياتهم كانوا كيقولوا الله يقعد وسادك، اللي حرفيا جات من اللهم اقعد وسائدك. وعندهم الحق، حيث الوسائد القاعده افضل من الوسائد النائمه. وكيف كتشوفوا تقعد اللي جات من تقاعد اصبحت تعني قف وانهض. عزتي اعزائي، هذا واحد النوع من التحور الدلالي اللي كيبقى غادي حتى كيوصل في بعض الحالات الى معنى عكسي مخالف تماما. عندي لكم امثله زائد امور اخرى فرحان بارطاجيها معكم، ولكن بعد الانترو. لغتنا لغة بقاع العالم مسموعة، عندنا تاريخ مدون، كل شي مؤرخ بأصوله. راسكم عزتي اعزائي، في دارجتنا كنقولوا سقط ليك الخبار، بمعنى سمعت عليك شي خبار. راسكم ان هذه العباره جات من عباره سقت لك خبرا، واللي كتعني جئتك بخبر، يعني العكس تماما. وهذه بحال ديك دخل سوق راسك، اللي في الغالب جات من دخل للسوق الراسك. الدليل هو اننا في عبارات اخرى كنقولوا انا اش دخلني لهذا السوق، او سوقك هذاك. ودليل اخر هو ان هذه العباره راه كاينه تقريبا بجميع الثقافات وفي جميع اللغات. الكالزا مثلا كيقول لك اتس نوت ماي بيزنس، لي فرونسي كيقول لك سي با مون افير. ولكن دخل سوق راسك تشهرات اكثر بينات الناس، حيت كاين تشابه كبير فراس الانسان بحال شي سوق شبعان زحام فيه مساوس واحلام، وفيه المشاكل بالريكلام، وفيه البرومو ديال الاحزان وزيدوا ما بقاش. عزتي اعزائي، في ثقافتنا المغربيه كنقولوا فيلم خطير بمعنى فيلم زوين، وكنقولوا لاعب مقود بمعنى لاعب ماهر، وكنقولوا منظر واعر بمعنى منظر جميل وخلاب، والعصافير تزقزق والارض مخضره بالربيع. بينما الخطير جاءت من الخطر، والواعر جاءت من الوعر، يعني الصعب ان منال. ومقود هنا هداو عليا فراسكم. كاين اللي لا سمعك قلتي هذا المصطلح على فمك كيقول لك اصلح فمك الشريف، ولكن لا قلتي ليه وهذا لعب مقود كيدوزها بلا ديكطيط وبلا حتى شي مواد حافظه، مع العلم ان مقود ومقود هما نفس الشيء وجاو من نفس المصدر اللي هو القياده. هادشي علاش كنقولوا سير قود، اللي حرفيا جات من سير قد. ونزيدكم حتى فاش كنقولوا الحياه مقوده وناري قودتها، فالمصدر هو التقويد بحرف الضاد، والتقويد في اللغه العربيه هو البلبله. ونقول تقويد الصفوف او تقويد العلاقات بمعنى بلبلتها، زعزعتها وتفريقها. بقى لنا مصدر واحد لا داعي للخوض فيه تفاديا لخدش الحياء العام، والطريق في هذا المجال محفوفه بالمخاطر. ولكن في نفس السياق كاين اللي لا سمعت قلتي تقولبت او القالب كيقول لك عاوتاني اصلح فمك الشريف. فراسكم ان القالب هو ما يصنع فيه القالب. فالقالب في اللغه العربيه هو واحد الاناء او وعاء كنديروا فيه مواد سائله معدنيه او بلاستيكيه، اللي في الاخر كتعطينا واحد الشكل معين. مثلا قالب الحلوى هو واحد القالب اللي كنكبوا فيه العجينه الجاريه باش في الاخر تعطينا الحلوى في واحد الشكل معين. وقيس على ذلك قالب الياجور، قالب السكر. فهمتي القالب؟ عزيزتي اعزائي، ما عرفتش علاش غير كنسمع
الطريق محفوفه بالمخاطر. اول ما كيجيني على البال هو القضيه محففه. فراسكم ان محففه جات من الحفف، والحفف هو ضيق العيش وقله المال، وهذه ما فيها حتى شي تغيير. ولكن فاش كنقولوا المسحفه هنا كاينه شويه ديال انعكاسنا، حيث احفف في اللغه العربيه كتعني قطعه، والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ان تحفى الشوارب وتعفى اللحي. واحفى شاربه في اللغه كتعني استقصى في اخذه، يعني من الجدر، يعني التصلاح. عزتي اعزائي، في عالم الترحيب كنقولوا راني عارض عليك اليوم العشاء، او راك معروض عندي اليوم العشاء. فراسكم ان المعروض هو ما يقدم لنا من اكل وشرب، يعني راه العشاء اللي معروض لنا وماشي حنا اللي معروضين ليه. كنظن عزتي اعزائي جا الوقت باش نقول لكم تهلاو. اجيو هاد تهلاو او تهلا ما يمكنش تكون جات عكسيا من اهلا، حيت كنقولوا تهلا فلان ورحب به، وفي الترحيب كنقولوا اهلا ومرحبا. فلا كانت مرحبا عطات فعل رحب يرحب ترحيبا، فاشنا هو الفعل اللي جا من اهلا؟ خلوا لنا ارائكم، حيت القناه قناتكم، وما تنساوش انني اعزكم واعتز بكم، وعزائي ان تعزونني كما اعزكم. ولا داعي لاستعطفكم تفاعلوا وتتفاعلوا وتتعاملوا معنا بالخطيط على عاكسه الاعجاب، تعبروا بشي عباره فعل ساعتها تشتركوا معنا وتفاعلوا.